أعزائي المشاهدين متابعي برنامج صورة مصرية، أهلا وسهلا بكم وضيف جديد وبرنامجكم صورة مصرية من داخل أراضي مدينة رشيد، وتحديدا من برج رشيد، المدينة العريقة التي يوجد بها قلعة رشيد وحجر أو فك رموز حجر رشيد من هنا من داخل برج رشيد. ومعانا رائد من رواد صناعة الجريد بمصر هو الحاج منصور البراوي. اهلا وسهلا بيك حاج منصور. اهلا بك يا استاذ. اهلا بك. كلمنا بقى حاج منصور، بداية كده تاريخك مع صناعة الجريد بدأت ازاي؟ بالنسبه للجريد في السبعينات كنا بنعمله كل شيء في الفاكهه والخضار من الجريد، لدرجه القفص بتاع البطيخ نعمله حاجوز كده، يعني زي صليبه كده 4 بطيخات، القفص بياخد 4 بطيخات، وكان كل شيء بيتحط في الجريد. فطبعا الجريد بدأ في الأيام الأخيرة دي بدأوا يتحصلوا صندوق كرتونة، فاتغيرت الحال شوية. يعني أكتر من 40 سنة في صناعة الجريد. أكتر من 45 سنة. فطبعا غيرنا نشاط الجريد، اتاحت الفرصة من 20 سنة كده أو 25 سنة بدأنا نحوله الصنعة إلى كراسي. أول ما عملنا الكرسي اللي هو البسيط ده، رجعنا تاني كبرنا الكرسي شوي، رجعنا عملنا السرير، عملنا الشازلونج، عملنا لغاية الدولاب، وعملنا السراحة برضو، وعملنا مكاتب كده وحاجات عظيمة من الجريد. فعليها اقبال وعليها ناس بتاخدها وبرشوها. برضه حاج منصور، احنا بنتكلم الجريد زمان وصناعه الجريد دلوقتي، في فرق بين الاثنين ولا هو نفس الاقبال زمان هو نفس الاقبال دلوقتي، ولا الاقبال قل عن زمان؟ انت بتتكلم على خامة الجريد ضعفت او بقت كويسة او قلت، ولا بتتكلم على الانتاج في سحب او في السحب؟ لا، بنتكلم على الاقبال على سحب او المنتج ده. واحنا بنتكلم، احنا شفنا دلوقتي والساده المشاهدين هيشوفوا معانا دلوقتي الحاجات اللي انت عاملها وطريقتك وانت بتعمل الجريد دلوقتي. هيشوفوا شايفين على الشاشه دلوقتي معانا ان انت بتعمل ازاي بتقطع الجريد. أيوة. كلمنا بقى، الاقبال زمان زي الاقبال دلوقتي على المنتج ولا قل؟ الاقبال زمان دي ما كانش فيه الحاجات العظيمه دي. الإقبال كان على القفاص إقبال مهول. يعني حضرتك طورته في الإقبال من زمان طورنا لغاية السرير، لغاية الشازلونج بتاع الشواطئ، طورنا لغاية المكاتب، مكتبة تعين فيها حاجتك في البيت، طورنا تعمل يعني مطبخ كامل من الجريد ما شاء الله، طورنا ممكن تعمل صالون كامل، تعمل أوضة نوم، في سراير أطفال وسراير كبار، وفي دبل سرير نفرين، وفي سرير نفر، والهزاز كرسي هزاز، كل ده اتعمل من الجريد قريب. يعني موبيليا تانية، موبيليا بالجريد، موبيليا تانية. فطبعا بالنسبة عليها اقبال عشانها ثمنها مرتاح ويمشي الحال. بالنسبه للاسعار، بالنسبه لزياده الاسعار حضرتك اتكلمت عنها، قلت ان الخشب سعره زاد دلوقتي، فالاقبال على الجريد بقى اكتر. ففعلا جات لي ناس من المنظره وناس من اسمها اللي هي قول معايا الحضره، خدت حاجات بتاعت زي عفش كده بتاع الشقه من عندي، يعني موبيليا، يعتبر موبيليا. فطبعا انا رشيت الجريد رش اللي هو البني، رش نابولي. لو انت بتحققتش منه كده ما تعرفش ده جريد ولا خشب. انا رشيته رش نابولي. طب العمر الافتراضي اللي حضرتك شايفه بالنسبه للجريد، يعني العمر الافتراضي يعيش قد ايه او حسب المحافظه عليه؟ او العمر الانفرادي بالنسبه للجريد له صيانه، بدل كل واحد زبون عندي الصيانه وهو يتصرف بقى. اذا يعني سمع الكلام وعمل بيه هيفيد حاجته ويسين الشغل اللي عنده. اولا مبدئيا مش عايز ميه، يعني الكرسي يتحط، الترابيزه، اي مكان، اي حاجه من دي عايزه مكان ناشف جاف، عشان خاطر دي ماده خشب بتسحب رطوبه من تحت تقوم تفتت. ماشي. ممنوع الطل بتاع اخر الليل او الندى، ماشي، مع الشمس باستمرار، مع ندى وشمس، ندى وشمس، تفاعل الميه مع الشمس. لا حتى ندى وشمس يغير الشغل ابيض اهو. تمام. حطها كده، انت خد بالك اسبوع لازم تبدا تحمر، وبعد الحمر لو طولت تسمر. فهي
موضوع صيانه. الكرسي محافظه بمعنى صح، تحافظ على الحاجه تعيش معاها. الكرسي تحافظ عليه يقعد ما شاء الله 20 سنه، بس كل سنتين ترشه. كل سنتين او 3 يترش ايه؟ يترش. انا برشه زيت ورنيش، اللي هو الفلوت ده، اللي هو الستاندر بتاع الخشب يعني. ايوه، لا نوعين، في نوعين، في زجاجي بتاع الخشب، وفي ستاندر ده تقيل بنخفوه بنزين، وفي دهان تاني اللي هو الابوكسي. في دهان عظيم يمسك على الحاجه ما يسيبهاش كلبشها كده، ما يسيبهاش الا لما تنتهي. حضرتك باع طويل في صناعة الجريد، كلمنا بقى عن الحاجة اللي نفسك فيها دلوقتي، يعني ما كانتش زمان وعايز تحققها دلوقتي، او لسه ما عملتهاش مع الجريد ومع صناعة الجريد حاليا ما اتحققتش ونفسك فيها يعني. بالنسبة لصناعة الجريد، انا طلبت من محافظ البحيرة من قبل الثورة يمكن ب10 سنين، وكل حلقة بطلب منهم يعرضوا شغلنا بمنافسة شريفة في معرض القاهرة الدولي، عشان أنا نفسي الصنعة تتنشر في أوروبا. هي منشورة في العرب، هي العرب موجودة، إنما الحاجة الوحيدة اللي بلحها عليه وطلبت امرارا، يعني خد بالك، يعني لحيت عليهم ياما حتى لو بفلوس يعرضوا شغلنا تبقى منافسة شريفة، عشان أنا في غيري يعمل شغل. فهنا يعني مسابقة، واخد بالك، تنافس على الجدوى، على اعلى شيء بالظبط ماشي على اعلى شيء. فهنا بالنسبه اوروبا، طبعا لو الشغل ده راح له بمواصفات اوروبا بتاخد طبعا شغل فينش عالي، فهنا هيمكن ولا 5000 فرد صنايعي عشان يعملوا شغل لاوروبا. واحنا من هنا بنضم صوتنا لصوت الحاج منصور، وبنقول ان شاء الله نتمنى فتح اسواق جديده ومعارض لعرض منتجات صناعه الجريد بمصر، ليبقى تنافسيه في صناعه الجريد بمصر ويوصل الى العالميه ان شاء الله. شكرا حاج منصور، شكرا جزيلا ليك. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، ده كان لقاءنا مع صناعة الجريد بمصر من برج رشيد بمحافظة البحيرة. هنلقاكم وضيف آخر وبرنامجكم صورة مصرية.